الكل مقتنع ان فلاد دراكولا هو اخطر اعداء السلطان محمد الفاتح، لكن امتى هيتم الكشف عن خيانته؟ الحقيقة فلاد ما زال بيواصل تنفيذ خططه الشريرة ومستمر في عمل كل انواع الخدع لإيذاء السلطان محمد الفاتح، ولكن بعد سقوط بونتس هيتم الكشف عن خيانة فلاد بالكامل، وهيشوف السلطان محمد الفاتح وجه فلاد الحقيقي. ومن اللحظة دي هيكون مفيش مفر لفلاد غير انه يهرب الى الافلاق، واللي هيحصل بعد فتح بونتس. من ناحية تانية يا اصدقائي، بعد موت زينال يا ترى مين اللي هيكشف فلاد؟ الحقيقة في ناس هتحاول تكشف خيانة فلاد، منها لطفي المجنون اللي متأكد من خيانته ومنتظر الدليل. كمان كورتوجو دوغان بعد موت زينال هيحاول يعرف الحقيقة. كمان إسحاق باشا بعد موقف فلاد وهو في طريقه للإمبراطور هيبدأ يشك في تصرفات فلاد الغريبة. وارد حد منهم يكشف فلاد، ولكن بعد فوات الأوان، لأن ساعتها فلاد هيهرب إلى الأفلاق ونبدأ المواجهة الحاسمة بين فلاد والسلطان محمد الفاتح. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.